عبقري مفعما بحب وطنه، وأراد خدمته بعيدا عن الأضواء. هناك ألغاز عدة ونقاط عدة في حياة مرير. سحب منه جواز السفر في الولايات المتحدة حتى يمنع من السفر، ربما لأنه كفاءة علمية عالية نادرة، ما أرادوا لهذه الكفاءة أن تعود إلى بلدها الأصلي. لكي يفلت من هذه الورطة طلب من عائلته أن تبعث له بوفاة أبيه حتى يمكنه الخروج، وبهذه الحيلة استطاع العودة إلى الجزائر. كان يعتقد لامين مرير أن عودته ستكلل بالنجاح في بلده، بينما كان واقع الفشل يترصده في كل مكان. تخصص الفيزياء النووية تخصص نادر ومفخرة الدول والأمم، لكن أصبح الغرب يحيط الدول المتخلفة هذه بنوع من السياج ومن التخصصات المحظورة على طلبة العالم الثالث. أستاذ مرير لامين من طلبة الرعيل الأول نظن في نهاية السبعينات انتقل إلى الولايات المتحدة وتخصص في الهندسة النووية، وبعد عودته إلى الجزائر لم ينتبه إلى هذه الكفاءة والقامة العلمية وهمش. بعد أدائه لواجب الخدمة الوطنية في الملاحة البحرية قرر مواصلة رحلة البحث عن وظيفة، لكن لم تكن هناك مؤسسة علمية حكومية تتقبل فكرة توظيفه لديها. وبما أن الرجل يعد عالما في تخصص نادر وخطير، لم يتحمل تلك الصدمات العنيفة عندما لم يلقى الاهتمام اللازم بعقله الشغوف بالعلم، فانتهى به الأمر في آخر المطاف موظفا لدى محافظة الغابات بقسنطينة، وتارة أخرى بطالا. بالنسبة لقضية توظيف مرير، هذه وصمة عار. من غير المعقول أن يوظف خريج أرقى الجامعات الأمريكية في تخصص دقيق جدا الهندسة النووية أن يوظف في محافظة الغابات. مكان السي لامين ماهوش مديرية الغابات، وإنما كان المفروض توفر له مخابر رائدة في جامعة رائدة إلى آخره، ليوظف ما تحصل عليه من علم والتكنولوجيا يعني من الولايات المتحدة الأمريكية. تملك لامين شعور بأن رصيده العلمي الذي هو حياته كلها لا قيمة له ولا يجدي شيئا بعد أن فشلت بلاده في احتضانه. في يوم 16 أفريل من العام 2001 كانت قسنطينة تحتفل بيوم العلم، وفي ذلك اليوم الموعود بالذات كان الرئيس بوتفليقة في أول زيارة له إلى جامعة الأمير عبد القادر لتكريم العالمة العراقية وقار عبد القهار الكبيسي. ساعتها كان عبقري الجزائر في طريقه إلى إزهاق روحه، وذلك بإلقاء نفسه من أعلى جسر الملاح بقسنطينة. اختيار لامين مرير يوم 16 أبريل وفي مناسبة زيارة رئيس الجمهورية إلى عاصمة الشرق الجزائري قسنطينة التي تسمى عاصمة العلم والعلماء، رسالة قوية إلى هؤلاء، لأنه لم يوظف في تخصصه الذي يمكن أن يكون عطاؤه فيه أقوى. ماذا تعني أن متخصص عالم في الفيزياء النووية يوظف في محافظة الغابات؟ ما يعني هذا؟ ماذا يعني هذا؟ يعني آسف يعني نسمع على يعني هذه الأشياء. الإنسان يعني يكون يعني تعلم في أمريكا ولا في بلدان وجات له خبرة وعلم وكذا، وبعد يعني مثلا يرجع الجزائر وينتحر. يعني متأسف الإنسان اللي يسمع هذا يعني حاجات من هذا النوع. مسير البيروقراطي لا يراعي هذه الحالات الخاصة. إذا مرضت، إذا انتحرت، إذا ظروفك كانت سيئة، إذا ظهرت عليك علامات التذمر من وضعك، هذا مشكل شخصي. حتى أشكال التضامن على مستوى هيئة التدريس، على مستوى المهنة، على مستوى النقابات، لا نجد مثل هذا التضامن الذي نجده، نقابات قوية
أشكال تضامن قوية موجودة في مجتمعات أخرى لا نجدها. يعني عندما يحصل لك ما حصل هذا للزميل الله يرحمه يعتبر قضاء وقدر وخلاص. لا تعتقد بأن هذا على مستوى الجامعة يطرح مشكل. لما نتكلم على احترام العالم يعني كل الحاجات اللي يعني في حاشية هذا الإنسان، يعني إذا كان هو يعني في البحث العلمي والتعليم والابتكار. هنا من على هذا الجسر المعلق قرر عالم الهندسة النووية الفيزيائي لمين مرير أن يضع حدا لحياته. قصة انتحاره في يوم عيد العلم بالذات كانت ولا تزال وصمة عار في مدينة شعارها العلم والعلماء، بيد أن الشيء المؤسف فيها هي أن تلك الواقعة لم تشكل أي حدث في ذلك الوقت وإلى غاية اليوم. اتصلنا بعائلته للحديث في الموضوع، لكنها رفضت رفضا قاطعا الحديث إلينا، واعتبرت قصة انتحار ابنها لمين منتهية لا يجب العودة إليها، ورأت أيضا أنه لا يحق لأحد نشر تلك الحادثة للرأي العام. ربما أراد أن يبعث برسالة يعني سرية ذهبت معه لأنه انتحر في ذلك اليوم. أراد أن يبعث برسالة يعني قوية إلى السلطات المحلية هذه السلطات التي تدفع أبنائها إلى الانتحار. والله ليس لها أي تفسير حالة مثل هذه. يعني هذه تمثل أقصى يعني ما يستطيع أن يسمع عنه الشعب الجزائري من كفاءاتها المهمشة. يعني أصعب مثال، أسوأ مثال يمكن أن يسمع عنه المرء. كيفاش يكون دكتور في الفيزياء النووية في حين نعرف تطبيقات الفيزياء النووية حتى السلمية يعني نحتاجها من كهرباء وما إلى ذلك من طاقة. كيف يعقل أن واحد خريج أمريكا في الفيزياء النووية ونعرف أنه يعني صارع الجو هناك حتى استطاع أن يرجع إلى الجزائر؟ يعني ليس هناك أي تأويل غير أنه الخوف من الكفاءات، عدم إعطائها مكانتها اللائقة. يعني ما العيب أن نقول للشخص أنت إنسان متميز تعال نحتاجك؟ العالم المفكر الفيلسوف الجزائري مالك بن نبي عليه رحمة الله يقول مهاتير محمد رائد النهضة الماليزية: لقد أخذت جل أفكار النهضة الماليزية من عالم جزائري اسمه مالك بن نبي. أتدري ماذا فعلنا بمالك بن نبي؟ مالك بن نبي يموت في مشاجرة جيران ضربه بقلة. أيعقل أن عالم من علماء الجزائر نقتله بقلة؟ أنا أتكلم عن النماذج التي نسمع بها، لكن النماذج التي لم نسمع بها. اقرأ عن تاريخ الجزائر. إذا كان النابغة لمين قد قبر ولم تحدث قصة انتحاره أي حرج للمسؤولين، فإنه ومن زوايا ضيقة تكتشف خيوط أخرى تظهر حجم معاناة الكفاءات العلمية من قبل حكومة بلدها التي تعتمد في الغالب على الولاءات للكفاءات حسب ما جرى عليه الأمر. عبقري مفعما بحب وطنه وأراد خدمته بعيدا عن الأضواء. هناك ألغاز عدة ونقاط عدة في حياة مرير. سحب منه جواز السفر في الولايات المتحدة حتى يمنع من السفر، ربما لأنه كفاءة علمية عالية نادرة. ما أرادوا لهذه الكفاءة أن تعود إلى بلدها الأصلي. لكي يفلت من هذه الورطة طلب من عائلته أن تبعث له بوفاة أبيه حتى يمكنه الخروج، وبهذه الحيلة استطاع العودة إلى الجزائر. كان يعتقد لمين مرير أن عودته ستكلل بالنجاح في بلده، بينما كان واقع الفشل يترصده في كل مكان. تخصص الفيزياء النووية تخصص نادر ومفخرة الدول والأمم، لكن أصبح الغرب يحيط الدول المتخلفة هذه بنوع من السياج ومن التخصصات المحظورة على طلبة العالم الثالث. أستاذ مرير لمين من طلبة الرعيل الأول نظن في نهاية السبعينات انتقل إلى الولايات المتحدة وتخصص في الهندسة النووية.
تملك لامين شعور بأن رصيده العلمي الذي هو حياته كلها لا قيمة له ولا يجدي شيئا بعد أن فشلت بلاده في احتضانه. في يوم 16 أفريل من العام 2001 كانت قسنطينة تحتفل بيوم العلم، وفي ذلك اليوم الموعود بالذات كان الرئيس بوتفليقة في أول زيارة له إلى جامعة الأمير عبد القادر لتكريم العالمة العراقية وقار عبد القهار الكبيسي. ساعتها كان عبقري الجزائر في طريقه إلى إزهاق روحه، وذلك بإلقاء نفسه من أعلى جسر الملاح بقسنطينة. اختيار لامين مرير يوم 16 أبريل وفي مناسبة زيارة رئيس الجمهورية إلى عاصمة الشرق الجزائري قسنطينة التي تسمى عاصمة العلم والعلماء رسالة قوية إلى هؤلاء، لأنه لم يوظف في تخصصه، وبعد عودته إلى الجزائر لم ينتبه إلى هذه الكفاءة والقامة العلمية وهمش. بعد أدائه لواجب الخدمة الوطنية في الملاحة البحرية قرر مواصلة رحلة البحث عن وظيفة، لكن لم تكن هناك مؤسسة علمية حكومية تتقبل فكرة توظيفه لديها. وبما أن الرجل يعد عالما في تخصص نادر وخطير، لم يتحمل تلك الصدمات العنيفة عندما لم يلقى الاهتمام اللازم بعقله الشغوف بالعلم، فانتهى به الأمر في آخر المطاف موظفا لدى محافظة الغابات بقسنطينة، وتارة أخرى بطالا. بالنسبة لقضية توظيف مرير، هذه وصمة عار. من غير المعقول أن يوظف خريج أرقى الجامعات الأمريكية في تخصص دقيق جدا الهندسة النووية أن يوظف في محافظة الغابات. مكان السي لامين ماهوش مديرية الغابات، وإنما كان المفروض توفر له مخابر رائدة في جامعة رائدة إلى آخره ليوظف ما تحصل عليه من علم والتكنولوجيا يعني من الولايات المتحدة الأمريكية الذي يمكن أن يكون عطاؤه فيه أقوى. ماذا تعني أن متخصص عالم في الفيزياء النووية يوظف في محافظة الغابات؟ ما يعني هذا؟ ماذا يعني هذا؟ يعني آسف يعني نسمع على يعني هذه الأشياء. الإنسان يعني يكون يعني تعلم في أمريكا ولا في بلدان وجات له خبرة وعلم وكذا، وبعد يعني مثلا يرجع الجزائر وينتحر. يعني متأسف الإنسان اللي يسمع هذا يعني حاجات من هذا النوع. المسير البيروقراطي لا يراعي هذه الحالات الخاصة. إذا مرضت، إذا انتحرت، إذا ظروفك كانت سيئة، إذا ظهرت عليك علامات التذمر من وضعك، هذا مشكل شخصي. حتى أشكال التضامن على مستوى هيئة التدريس، على مستوى المهنة، على مستوى النقابات، لا نجد مثل هذا التضامن الذي نجده. نقابات قوية وأشكال تضامن قوية موجودة في مجتمعات أخرى لا نجدها. يعني عندما يحصل لك ما حصل لهذا الزميل الله يرحمه، يعتبر قضاء وقدر وخلاص. لا تعتقد بأن هذا على مستوى الجامعة يطرح مشكل. لما نتكلم على احترام العالم، يعني كل الحاجات اللي يعني في حاشية هذا الإنسان، يعني إذا كان هو يعني في البحث العلمي والتعليم والابتكار. هنا من على هذا الجسر المعلق قرر عالم الهندسة النووية الفيزيائي لامين مرير أن يضع حدا لحياته. قصة انتحاره في يوم عيد العلم بالذات كانت ولا تزال وصمة عار في مدينة شعارها العلم والعلماء، بيد أن الشيء المؤسف فيها هي أن تلك الواقعة لم تشكل أي حدث في ذلك الوقت وإلى غاية اليوم. اتصلنا بعائلته للحديث في الموضوع، لكنها رفضت رفضا قاطعا الحديث إلينا، واعتبرت قصة انتحار ابنها لامين منتهية لا يجب العودة إليها، ورأت أيضا أنه لا يحق لأحد نشر تلك الحادثة للرأي العام. ربما أراد أن يبعث برسالة
يعني سرية ذهبت معه لأنه انتحر في ذلك اليوم. أراد أن يبعث برسالة يعني قوية إلى السلطات المحلية، هذه السلطات التي تدفع أبنائها إلى الانتحار. والله